السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أنامي حواء. اليوم جبت لكم درس آخر، وعبارة كيفاش تنبتي العقيق في راندا جاكار. بالنسبة للأخوات اللي كتجيهم صعيبة يخدموا العقيق ويخدموا الراندا وفي نفس الوقت ينبتوا معاها العقيق. طريقة سهلة حتى تكملي الراندا كاملة، تخدميها زواقة جاكار كاملة تكمليها، وعاد تبداي تنبتي هاد الاحجار هادو كيجيو ساهلين. بسم الله نوريكم الطريقه كيفاش تشدي الحرير عادي، باش خص يكون لون في اللون باش خدمتيه ولا غتخدمي به العقيق. تخلي في الابره ديالك، الابره تكون رقيقه اللي غادي يدوز لك في العقيق اللي غادي تخدمي به، وتبداي تعمري هاد الفراغات. بسم الله. نعملو بحال هكذا، كديري حجيره ديالك كتدخليها مع هاد التقيبه هادي اللي كاينه هنا، باش كتجي بحال خدمتيها معاها. هانتوما شفتوا انا ديجا بديتها، غنوريكم كيفاش كتخدموها. هي كتجي ساهله احسن من الطريقه الاولى اللي كتخدميها وفي نفس الوقت كديري العقيق، وكتربحي الوقت. هانتوما ملي كتكملي هاد الجهه، انا غنحاول نعمر غير هاد الكوزات هادو الصغار، وهادو غنعمرهم ما غاديش ندير فيهم العقيق هنا في الجناب، غنعمرها بالبريد. من بعد ملي نكملها نعمل لكم فيديو تشوفوا الجلابه كيفاش وجدت. انا منين خدمت هذه الطريقه قلت نشاركها معاكم. كتبقاي تستمري على هذه الطريقه حتى تكملي الكوزه ديالك. ضروري يكون اللون اللي خدمتي به ماشي لون اخر. الحرير اللي خدمتي به الراندا هو اللي غادي تنبتي به. كتجي بحال مخدومه من الاول، بحال خدمتيها من الاول مع الراندا، كتبانش. من بعد ملي كتكملوها والخيط بغيتو تفينيوه باش مبقاش يبان، تحاولوا تدخلوا غير هنايا في هاد التقيبات هادو، ما غاديش يبان، يجي بحال مخدوم. هانتوما شوفوا كيجي بحال خدمتوها معاهم.
هذه هي كيفاش نبداو نخشيو الخيط الاول. نعملو بحال هكذا، بحال غادي تخدمي الرانده، كتشديه فيها وكتبداي. انا نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكملها. نتمنى نكون وصلت لكم الفكره مزيان وتجيكم الطريقه سهله. ولا عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر والجرس الموجود لتحت من الفيديو.